مبروك لإدارة الأهلي التعاقد مع محمد شريف. محمد شريف ضربة معلم. الناس هتقعد تقول أصل وسام طب هيطلع وده اللي هيعوضه. الموضوع مش كده. محمد شريف جاي عشان يبقى الأهلي عنده مهاجم جاهز. دلوقتي وسام أبو علي بنسبة كبيرة هيطلع، هيعوضه مهاجم من نوعية تانية زي أسد الحملاوي. جريديشار مستواه نزل، ممكن يمشي في أي لحظة. مين اللي هيبقى موجود؟ لو وسام موجود وجريديشار اتباع ووسام اتصاب، مين اللي هيلعب مهاجم؟ أولا محمد شريف مكانه مش واخد مكان أجنبي. ده اول حاجه. تاني حاجه الراتب بتاعه 10 مليون جنيه. ده لعيب شاري الاهلي. انا اللعيب اللي بيشتري الاهلي انا يعجبني. ده كان بياخد مليون و800 الف دولار في الدوري السعودي. وشريف لما رجع بيراميدز، لو كان راح بيراميدز كان هيديله بالدولار كمان. انا عارف انا بقول ايه، لان هم هيلعب معاهم كويس جدا. بس هو في الاخر اشترى الاهلي. لما حد يشتري الاهلي وهو كان لعيب فورمه، وانا متاكد الموضوع نفسي لو اتعالج نفسي هيرجع مهاجم. يعني الاهلي كسب صفقه بجد تمام، وهيبقى اضافه والله العظيم الناس هتعرف بعد كده قيمتها. ده فيديو للتوثيق. شريف لما طلع من الاهلي كان هو هداف الفريق. اخر موسم ليه مع كولر كان جايب 18 جول، مستواه الوحش ده كله وكان هداف الفريق. الاهلي جاب من مكانه موديست اللي جاب 6 جوان وخد مليون و800 الف دولار في الموسم الواحد هنا في مصر. كان اعلى راتب في الاهلي. لكن ده جاي هيعيد الامجاد ان شاء الله. ده لعيب في الماتشات الكبيره بيظهر. ده ناتش الزمالك في 6 ماتشات جايب فيهم 7 اجوان. اللاعب اللي بيجيب من الزمالك جون في الاهلي بيعمل له صنم عجوه شبه الاسطوره ناصر مخصي. فهي الفكره دلوقتي ان ده لعيب من كواليتي كويس جدا، وكان متالق جدا مع الاهلي. والموسم بتاعه مع موسيماني بتاع 2021 كان جايب عدد اهداف دوليه في دوري ابطال افريقيا ومع المنتخب كان معدي محمد صلاح. وسامبادوريا كان عايزه. مستواه فعلا كان رهيب ايامها. كيروش عمل له مشكله ضايقته شويه، عادي هيرجع تاني بالاجواء المصريه الجميله ولحمتنا المشويه الحلوه والكلام ده كله. والله العظيم هيلعب وهيتالق. انا عامل الفيديو مخصوص عشان الموضوع ده. فنياته لا، لعيب كويس، لعيب بيعرف يتحرك على الاوناج، سريع لما بيكون مثلا هجمه مرتده بيعرف يعمل يبقى يزيد فيها كويس. الفينش بتاعه لو رجع زي الاول، لان انا شفته وهو كويس، هو هداف الدوري والكلام ده كله. لو رجع الفينش بتاعه كويس وحط ظبط له موضوع ضربات الراس، هيبقى مهاجم ممتاز جدا وهيبقى احسن بديل لوسام ابو علي او المهاجم الجامد اللي هيجي مكان وسام. لكن الناس ما تقللش من صفقه زي دي. لو وسام مشى وبقى المهاجم الاساسي جريديشار لحد ما يجيب مهاجم تاني، ده احسن بديل في مصر للموضوع.